الرحمن الرحيم. النهاردة احنا هناخد الجزء الثاني من أفعال الحركة. في الجزء اللي فات احنا اتكلمنا عن خديت، اتي، يخد، يزد، واتكلمنا عن الحركة في اتجاه واحد، وقلنا إن ده بيكون أكشن لمرة واحدة فقط وبعد كده بينتهي. وبعد كده قلنا إن عندنا حركة في اتجاهين، ده بيكون أكشن في أكتر من اتجاه، واحد اتنين تلاتة إلى آخره لما لا نهاية. ده دايما بيكون شيء متكرر وفي كلمات بتدل عليه. كلمات بتدل عليه زي مثلا كالعادة، دايما، نادرا، عادة، مش عارف ايه. كل الكلمات دي لما نقابلها مثلا كاش دين، كاش دينيديلي، كاش دينيسيتس، كاش دي اوترا، كاش دي فيتشل، ريجولارنا، часто, всегда, редко, иногда, когда إلى آخره. فإذا أي كلمة قد تدل على التكرار أو العادة أو الروتين، كل ده بيدينا معنى إن احنا نستخدم شيء في اتجاهين. قلنا إن يزدد هو وخديد في اتجاهين، يخت والتي هو اللي في الاتجاه واحد. تمام، خدنا التصريفات بتاعتهم وخدنا عليهم أمثلة. طيب، النهاردة احنا هناخد 3 أزواج جداد أو 6 أفعال، وهما كالآتي: نستي، نسيت، معناه يحمل أشياء مشيا على الأقدام. تمام. طيب، دي بس. تعالوا ناخد لون غير اللون البرتقالي عشان مش عاجبني. قولوا معايا عايزين ايه. تمام، ماشي زي ما انتوا عايزين، الأزرق. طيب، فنستي، نسيت، البنت الأمورة دي شايلة كتب على ايديها وماشية، فإذا يحمل شيء معين ماشي على الأقدام، مفيش كوم. نستي ده الاس في، نسيت ان اس في. فيستي فازيت، الراجل المحترم الكمارة ده شايل معاه حاجات ولكن مش على الأقدام، لأ، شايل عن طريق وسيلة مواصلات وهي الايه، العجلة أو البسكليتة. فأي شيء عن طريق نحمله ولكن عن طريق وسيلة مواصلات وليس بشكوم بناخد فيستي وبزيد. وده الفرق ما بين واحد واتنين. طبعا فيستي اس في، بزيد ان اس في. اس في سيداشيني فيد يعني منتهي، ان اس في ني سيداشيني فيد غير منتهي. تمام. طيب، بعد كده عندنا فيستي وفاديت. فيستي فاديت معناه ان هو ياخد حد بقى، مش شيء، ياخد حد يوصله آه يعني للمكان. مثلا اتيتس ده اب مثلا، اتيتس. فيديوت، فيديوت ده ابن. صين، صينة. ساد مثلا اللي هي حديقة أو سادك، حديقة الأطفال. مع إنه شكله مش طفل يعني، ما شاء الله تبارك الله، بس يعني نقول ساد عشان ما نزعلش لوشة حبيب بابا. تمام. طيب، بجد بقى عشان نتكلم. احنا عندنا نسيت يحمل ماشي على الأقدام، فيستيفيتي يحمل أشياء ولكن عن طريق وسيلة مواصلات. أي حاجة بعجل، أي حاجة فيه عجل، كاوتشات، اسطوانات، حاجات مدورة. فيستي فازيت. فيستي فاديت معناه إن هو إيه، يوصل شخص لمكان ما. تمام. طيب، تعالوا بقى نشوف تصريف الأفعال دي ونحل عليهم أمثلة. تمام. نستي، نسيت. طيب، نبدأ بالشمال. نستي طبعا تصريفات مش صعبة، هقراها معاكم بسرعة. يا نسيو، ты несешь, он, она несет, мы несем, вы несете, они несут. Прошедшее время: нес, он, я, ты, мужской род, нес, несла, она, ты, я, женский род اللي هو انت. المؤنث هتبقى انتي، او انا مؤنث، او هي كمؤنث هتاخد نسلا. لو انا مذكر، هو اون او تي المذكر هياخد نيوس. طبعا انتوا فاهمين بس انا بكرر لان التكرار يعلم الشطار واحنا كلنا شطار. مثلي اللي هو مي،
في وأني. حلو جدا اللون ده والله بجد. تمام. سلو ده اللي هو مع انه المحايد، يعني ما تركزوش عليه، مش بيتكرر خالص، مش هنستخدمه يعني. بودو، بودش، بودت، بودم، بودتي، بودت، ده احنا عارفينه من زمان. زائد المصدر كالعادة، لا شيء جديد. طيب. نستي فادنوستورن، انا هنا بحاول افكرك، بس انت مش هتنسى عشان انا عارف ان انت مش شاطر ومش هتنسى، بس انا برضه بفكرك. تعال نرى المثال ده. ليزا، البنت دي اسمها ليزا. طيب. ليزا اديوت إيز ببلياتيكي إي نسيوت كنيجي. ليزا اديوت إيز، ليزا رايحة من المستشفى. مستشفى ايه؟ من المكتبة. أنا آسف يا جماعة. رايحة من المكتبة إي نسيوت كنيجي، وشايلة على إيديها كتب زي ما احنا شايفين. شكلها بتحب العلم. طيب. نسيت، نسيت ده اس في، ان اس في، ان اس في. تقريبا كده أنا محتاج آخد آه، حاجة تفوقني دي، هاخد شوية شاي صغيرين. تمام. NSV، نسيت NSV. طيب. يا شتو يا ديلي يا نشو. تي نوسش. أنا نوست. مي نوسم. أني نوست وفي نوستي. نوست. هنا الأول غارينيا. يا تي أون للمذكر. ناسيل. يا تي أنا نسيلة. مي في أني نسيل. طبعا أنو نسيل، بس مش هنستخدمها برضو يعني خالص. أنا مش فاكر إن أنا استخدمت نسلو، نسيل، مش عارف يعني. بغض النظر المحايد ممكن ما حتى ندرسوش، مش هتستخدمه أو نادرا يعني. البودو شايفريميا زائد المصدر كالعادة. البودو وتصريفاته الباقية. تمام. نسيت فرازني ستورال. فرازني ستورال يعني ايه؟ تدا سودا، تدا سودا. этот парень نوصف نام جازيتي وجيت جودا. شفتوا؟ قلت لكم ان اي شيء يدل على العادة والتكرار اذا هو ياخد NSV، ياخد NSV اللي هو الغير منتهي، لانه شيء دايما متكرر ومتجدد. فاحنا ناخد النسخة الثانية من فعل نسيت. تمام. اللي هو من فعل نسيت، اللي هو نسيت وغيره. بس بالمناسبة صح، عايز اقول لكم على حاجة، بس تقولوش لحد يعني، خليها سر ما بيننا. يا، لا مش هنا، ورا شوية. اه. لو قلت يا نسو، يا نسو زائد كلمة مثلا رادست، معناها ان انا جايب اخبار مبهجة، او جايب معايا الفرحة، وجايب صوتكم، يعني جايب اخبار مبهجة، جاي اروق عليكم وغيره يعني. في حاجة تاني غير معنى. ايه ده؟ ثانية واحدة. ستوب. القلم اتجنن. دقيقة واحدة. ايوه بس الحمد لله تداركنا الموضوع. طيب. تي نسيوش. تي نسيوش. شتو تي نسيوش. شتو تي نسيوش اللي هو انت بتستعبط، انت بتستهبل، انت انت اهبل مثلا، انت عبيط يعني. ايه الكلام الغلط او ايه الكلام الاهبل اللي انت بتقوله. شتو تي نسيوش او انت اتجننت. كل ده ينفع بمعنى شتو تي نسيوش. دي استخدامات غير مباشرة لنستي مع التي، ومع اللي طبعا بقية الضمائر ينفع نستخدمهم، ولكن أنا بقولك على أكتر حاجة أنت ممكن تستخدمها أو ممكن تسمعها في الشارع. تمام. وده هدفنا، إن إحنا نقول اللي إحنا ممكن نستخدمه أو نسمعه. طيب نرجع لموضوعنا. تاني فعل أو تاني زوج أفعال النهاردة هو فيستي وفازيت. إحنا قلنا نستي، نسيت، فيستي، فازيت. الفرق بينهم إن ده بيشيل حاجات بشكم اللي هو ماشي على الأقدام، وتاني حاجة اللي هو قدامنا الراجل أبو بدلة زرقاء شكلها مريب على العجلة برضه شكلها مريب. بيستيفا زيت اللي هو بيحرك الحاجات، ولكن عن طريق المواصلات. ممكن عجلة، ممكن سيارة، ممكن طيارة، ممكن باخرة، مركبة فضائية، إلى آخره. كله ينفع، مش حاجة ما تنفعش. فيستي اللي هو الاس في. تعالوا نشوف بسرعة التصريف. يا بيزو، تي بيزيوش، أنا بيزيوت، مي بيزيوم، وفي بيزيوتي، أني بيزوت. يا أون تي مش سكويرود مذكر فيوز. يا أنا تي
جينس كرود مؤنث، فيزلا فيزلو ده اللي هو الأنو، سيبكم منه. فيزلي ده مي وفياني. بودو شيفريمي كالعادة، بودو وإخواته زائد المصدر. تمام تمام. طيب تعال ناخد مثال. فيستي فادنوستورن، في اتجاه واحد فقط، اتجاه واحد فقط. تمام. أناتول أناتول يدت دموي، ده أناتول الحاج أناتول يدت دموي إيه فيزيوت برادوكتي، فيزيوت برادوكتي. هو رايح البيت وواخد معاه أو شايل معاه أو حامل معاه المنتجات أو البقال. طيب أنا هسأل سؤال وهجاوب عليه، وأنتوا اسمعوا السؤال وسألوا على الإجابة. هل ينفع نشيل فيستي ونحط فيزيوت ونحط نيسيوت؟ ولا لا؟ طيب ينفع يعني تمام. نعم نعم يجوز. طيب ولكن هنا في حاجة. لو قلنا نسيوت، أنا مثلا دلوقتي أنا أهو قاعد بكلم واحدة صاحبتي، تمام. فبقول لها يا يدو دموي إي نسو برادوكتي. تمام. قالت لي إيه ده بجد ماشي؟ هتقول لي بيشكوم ده، فأقول لها ده. ليه؟ لأن أنا قلت نسيوت، أي نسيوت إذا هي تفهم إن أنا رحت ماشي. ولكن قلت لها يا يدو دموي إي فيزو فيزو برادوكتي، هي تفهم إن أنا جيت إيه عن طريق وسيلة مواصلات. تمام. امسح بقى الرسم ده. يا ريت يا جماعه اللي بيشوفوا الفيديوهات دي ما يقولش لحد ان انا رسم زي الزفت، يعني ايه سطر وطربات. تمام يلا نكمل. فازيت فازيت فرازن ستوراني، طبعا الفعل ده انس في، نشيل المساحه ونجيب القلم. ان اس في. يا فاجو تي فوزش، اون انا فوزت، مي فوزم، في فوزتي يعني فوزت. يا تي اون مشسكوير فازيل، يعطي أنا جنس كيرد فازيلا، فازيلا وده اللي هو السريدني نعمل له سكيب. فازيلي ده اللي هو مي في أني. طيب البودو شيفريميا اللي هو المستقبل كالعادة برضه لا شيء جديد. بودو بودش بودم بودت بودتي بودوت. أنا ما قلتش بالترتيب التالتة وراها بس قشطة يعني عادي. زائد المصدر طبعا كالعادة مش حاجة جديدة. مثال فرازن ستوراني، كمان مرة فرازن ستوراني يعني تدا يا أبراتنا، تدا يا أبراتنا، حاجة فيها تكرار 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 يا مؤمنين، يكفي نفتكر. فيكتور فوز بيتسو، إتا يفورا بوتا. فيكتور الحاج فيكتور شاب محترم مكافح بيوصل بيتزا. فوز عشان ده شغله، تكرار كل يوم يوصل بيتزا طول اليوم. إتا يفو رابوتا، هذا هو عمله. تمام. طيب آخر زوج أفعال هو فيستيفا ديت، معناها إن هو يوصل أو يرافق شخص إلى مكان ما. تمام. طيب فيستي يا فيدو تي فيديوش، اون انا فيديوت، موي فيديوم، في فيديوتي، اي اني فيديوت. يا اون او تي для мужского рода للمذكر، فيول. يا تي أنا для женского рода للمؤنث فيلا. فيلا فيولو ده اللي هو السريد نرود يعمل له سكيب عديه مش مهم. فيلي مي فيلي أني فيلي في فيلي. البودو شافريما كالعادة كاك أبوشنا جماعة بودو زائد المصدر. تمام. في بالمناسبة صح حتى دي عايز أقولها هنا برضو. فيديوش تي فيديوش سيبيا، فيستي سيبيا، فيستي سيبيا معناه يتصرف، تصرف. وهنا بيتكلم عن السلوك. فقلت لك تي فيديوش سيبيا خرشو، انت تتصرف بشكل جيد. كمل في ده. تي فيديوش سيبيا بلوخة، مش بتبعت الواجبات، مش بتشوف الدروس اللي انا بنزلها. يبقى
انت تتصرف بشكل سيء. Ти себя хорошо ведешь, ти себя плохо ведешь. تمام. ده كمعنى غير مباشر لفعل بيستي. اوكي. سجلوه ويلا نكمل. آخر حاجة عندنا بيستي. بيستي в одну сторону. بابا ведет сына в кино. الحاج مودي ابنه الصغير في السينما. تمام. طيب водить. Я вожу, ты водишь, она водит, мы водим, вы водите и они водят. Я, он, ты водил, я, она, ты водила. водилу ده اللي هو المحايد، ووديلي، мы водили، вы водили и они водили. طيب будущее время كالعادة نيتشيو نوفا نيت، مفيش أي حاجة جديدة زائد المصدر infinitive. طيب مثال водит. Водит в разные стороны. Папа каждый день водит детей в школу. Папа каждый день. تكرار اهو. تمام. водит детей بيوصل الأولاد في شكله في الحضانة أو المدرسة. طبعا هنا مدرسة مش حضانة. طيب تعالوا نحل أمثلة. В 10 часов я. В 10 часов я. في 10 أنا. نسو везу веду дочь на занятия. طيب هنا هي بتوصلها أو بترافقها، فأكيد مش نستي، أكيد مش فيستي، مش فيستي، أكيد فيستي، بالس مش بالز عشان ما حدش يتلخبط. إذا يا فيدو، يا فيدو. طيب تاني حاجة أنتون سيلدين فودت نوست فوزت. طبعا فوزت عشان هو بيحرك أو بيشيل حاجات عن طريق وسيلة مواصلات واللي هي الإيه البسكليت. طيب أليك، أليك نسيوت فيزيوت فيديوت بداركي ديتين. طيب الحاج أليك ماشي شايل حاجات على إيده ماشي، إذا نسيوت. بوشتاليون ده اللي هو ساعي البريد. بوشتاليون. نسيوت فيزيوت فيديوت نام свежей газеты. طبعا везет. Почему везет? Потому что он их возит на велике أو на велосипеде على العجلة. вчера Анна носила, возила, водила детей к бабушке. طيب هي رافقت الأطفال إلى جدتهم. إذا водила، возила لأ، نسيلا لأ، عشان الصورة بتقول إن هي واخداهم في إيديها وراح ناحية الإيه؟ جدتهم. طيب كيريل. كيريل ده اسم مذكر. إديوت جوري رايح في الجبل. إي. طيب نيسيوت فيزيوت فيديوت ركزاك. ركزاك ده شنطة الظهر. طبعا أكيد نيسيوت لأن هو رايح بيشكوم ماشي على الأقدام ومع حاجة، إذا نيسيوت. لو كان راكب أي حاجة كان هناخد فيزيوت. أوكي. وآخر مثال باوترام أفتوبوس. باوترام هنا في تكرار أو في عادة. طبعا هناخد إنس في نوست فوزت فودت ديتي شكور. طبعا فوزت عشان هو هيوصلهم عن طريق وسيلة مواصلات. بالمناسبة صح، هنا لو قلنا فودت برضه تبقى صح، ولكن فودت أقرب للصح من فودت، ولكن أنتم ممكن تقولوا الاتنين في الكلام والاتنين هيكونوا صح على فكرة من كده. احنا خلصنا الجزء الثاني من أفعال الحركة، فضلنا 3 أجزاء. في الجزء الثالث هنشرح لتات لتيت، بلافات بلافت بليت، واحد تالت مش قادر افتكره دلوقتي بصراحة، بس هو برضو ان شاء الله هيكون مهم يعني. وفي الجزء الرابع والخامس هنشرح بقى الفرق بين استخدامات كل أفعال الحركة مع بعضهم، وكمان هنشرح أهم محاضرة اللي هي رقم 5، الاستخدامات الغير مباشرة لأفعال الحركة، عشان دي برضو مهمة جدا في الكلام وبتتكرر كتير. إن شاء الله يكون واضح ومفهوم. لو في أي شيء مش واضح معاكم اسألوا، إن شاء الله هجاوب على كل الأسئلة. وبس جزاكم الله كل خير. شكرا.